بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أي حاجة بنذكر ربنا. قبل أي شيء بنقول دعاء كده، ربنا إن شاء الله يغفر لنا ويرضى عننا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا فيها رضا لك وفيها صلاح لنا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين 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 ليا وليكم إن شاء الله كل الأحباب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى بصراحة أنا طلعت اللحمة دي وبقيت محتارة مش عارفة أعمل معاها إيه. ففتحت التلاجة، طلعت بقى شوية حاجات كده. طلعت جزر وكوسة وبطاطس وطماطم وفلفل وبصل، ولقيت شوية بسلة كده في الفريزر طلعتهم وتوم. وقلت بقى ايه، هعمل اكلة كده وانا محظي فيها واحنا كلنا حظنا فيها. دلوقتي بقى اللحمة دي المفروض بتتحط في الفرن، فانا عشان ما تاخدش وقت كتير في الفرن وما تستهلكش غاز او كهرباء او اي حاجة، هسلقها الاول وبعد كده هنضف بقى الخضار ده وارجع لكم تاني ونشوف بقى هنعمل ايه. ضربت التومة والفلفل، قلت اضربهم احسن. أنا كنت اقطعهم واحطهم بس قلت لا، اضربهم احسن علشان يبقوا يدوا طعم اكتر ويطلعوا النكهة بتاعتهم. احط بقى مع الخلطة دي مع الخضار ده، هحط له بابريكا، وفي ده اللي هو ده ده شوية توابل كده انا عاملاهم. توابل كتيرة قوي كده عاملاهم، منهم حاطة فيها كمان حاجة غريبة كده هبقى اقول لكم عليها. وبعدين شوية ملح وفلفل اسود وملح وسكر والبابريكا هحطهم بقى كده عليها. وشوية طماطم صغيرين مش كتير، يعني دول في حدود طماطمايه كبيرة. وهحط بقى الفلفل، هقلبهم مع بعض. وهعمل معاها رز اسمه ايه، رز بتاع ده، بالفريك. طعمه جميل جدا، وبعدين طبعا قيمة غذائية. انتوا عارفين انا بحب اعمل حاجة فيها قيمة غذائية، وانا قلت قبل كده على فوائد البطاطس والكوسة والجزر والحاجات دي قلت عليها. طبعا مش هفضل اعيد وازيد بقى، انتوا عارفين بقى الفوائد وانا قلت عليها قبل كده. بس هقول لكم على فوائد البسله عشان انا ما قلتهاش قبل كده. البسله طبعا بتحتوي على الياف غذائيه بتملى البطن. يعني انت لما بتيجي تاكلي منها بتحسي ان انت زي في الاعلانات اللي هي بتيجي في التلفزيون دي، اللي هي بيقول لك مش عارفه ايه وبيملى المعده والحاجات اللي هم بيجيبوها دي. دي بتبقى عباره عن الياف يعني. فهي برضو نفس الحكايه، فيها الياف غذائيه دي بتملى البطن، عشان كده بتحسي على طول بالشبع لما بتاكلي. مش على طول يعني، بتحسي ان انت بتشبعي منها لما بتاكلي منها. وكمان غنية بالبروتين، وهي قليلة الدهون والسعرات الحرارية وقليلة الأدب. هي لا، هي قليلة الدهون والسعرات الحرارية. عشان كده مش بتتخن. يعني اللي عايز ياكل من البسلة كتير بياكل منها كتير. وبتقوي كمان جهاز المناعة. ليه بقى؟ لأن فيها معادن ضرورية كتير للجسم. زي ايه؟ زي الحديد والزنك والنحاس، كأننا هنبني عمارة.
وطبعا فيها فوائد كتير بقى طبعا، عشان ايه وقت الفيديو ما اقعدش ارغي كتير. دي وطبعا انا قلت فوائد الجزر قبل كده، ان هو بيقوي النظر علشان خاطر فيه ماده اسمها بيتا كاروتين، وفي فيتامين سي والحاجات دي كلها. وقلت قبل كده الجزر، البطاطس والحاجات دي. فطبعا كل حاجه ربنا خلقها يعني فيها قيمه غذائيه عاليه. فالخضار حلو جدا وصحي. وطبعا الطاجن اللي انا بعمله ده مليان خضار، يا ريت تجربوا الوصفه دي. واللحمه اللي انا عملتها مش لازم تبقى حته لحمه كبيره او صغيره، ان شاء الله يا رب تعمليها حتتين، مفيش مشكله. يعني ما تخليش حاجه آه تبقى عقبه ليكي. هي حته لحمه حتتين، اي كميه بتعمليها اعملي الوصفه بس وحطي عليها، واعمليها باللحمه او بالطريقه اللي انا قلت لك عليها. مش لازم لحمه كتير او اي حاجه، ممكن نص فرخ كمان، مش لازم لحمه، ممكن اي حاجه، مشي حالك يعني. اللحمه استوت اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. واحطها كده على الوش. هي متقطعه حتت كبيره بقى، انت عايزه تقطعي حتت صغيره، عايزه تعمليها اي حاجه مفيش مشكله. وزي ما قلت لك مش لازم لحمه، ممكن تحطي حتى لو حتتين لحمه، ما مش لازم يعني اي كميه. احط بس كده، احط لها بس كبشتين شوربه، عشان طبعا الخضار لازم يستوي. وهغطيها. انتوا عارفين اي حاجه بتتحط في الفرن بتعتمد على البخار، على سوى البخار. فلازم اي حاجه تحطيها في الفرن تغطيها كويس وتدخليها تستوي. مش هحط لها شوربه كتير، عشان طبعا في حاجات بتنزل الميه بتاعتها زي الكوسه كده. وبرده الجزر بتاع ده. بصوا، ده زي ما وريتكم قبل كده، ده فويل متبطن اهو. هغطيه كده بيها وهحطها في الفرن. على ما الطاجن يخلص انا بشوحت بصله. شوحيها بقى في سمنه بزيت في اي حاجه، ما تضايقيش نفسك. واحط عليها معلقه هيل مطحون. وهحط الشوربه. وهنزل بالفريك والرز، وهقلبهم مع بعض. وهوطي عليه واسيبه يستوي وبس خلاص. واستوى الفريك وكده اتعمل الفريك بالرز. وصفه سهله، دي وصفه سهله، دي وصفه هايله. مع السلامه. احط بقى تحت الشياطه واسيبه يستوي. يا رب تعملوا بس الوصفه دي بتعجب. الطاجن بعد ما خرج اهو، شايفين؟ دلوقتي هنغرف. بسم الله الرحمن الرحيم. احلى يعني الوجبه دي اللي بيعملوا دايت، حلوه جدا وصحيه. البخار يا الله. مع الرز. يا رب تكون عجبتكم الوصفه، وتعملوها بألف هنا وشفا ليكم لما تعملوها. شكرا.